حاجه المشكل اليوم وين راهو المشكل؟ ان الجزائر اليوم بانت حقيقه بانها هي طرف رئيسي في النزاع، فبالتالي اليوم رانا نشوفوا انت جزائري يا رياض؟ بيان سور جزائري. عندك مشكل؟ لا ابدا، لا انا بس عشان اعرف وجهة النظر. يعني انت بالنسبة لك هذا القرار مريح ام تعارضه؟ انا قرار مريح. انا تهانينا الشعب المغربي حاجه الاولى، وتهانينا بنهايه هذا الحكم، بنهايه هذا المشكل، وكما يقول لك من طنجه لكويره مبروك. هل هي فائدة لكم انتم كجزائريين ان تنتهي هذه القضية لانها شغلتكم؟ فائده لنا حنايا، لان هذه القضيه اساسا ماشي قضيه الشعب الجزائري وانما قضيه نظام. لان الشعب الجزائري انا جامي شفيت على روحي نتكلم على هذه القضيه، جامي تكلمنا على قضيه الصحراويه هذه على اساس انها قضيه شعب، وانما قضيه نظام. اليوم هذا النظام فشل بانه ينصر هذه القضيه، ما باينه من باسكو علاش من نظام يساند انها تكون دوله الصحراويه العربيه الى نظام ولا يتفاوض على الحكم الذاتي وعلى طرح المغربي ويقبله. فهمت كيفاش؟ المشكل هذوما البوليزاريو لم نستفادوا منهم حتى حاجه. انا كجزائري كنطرح سؤال: ما الذي استفدنا من البوليزاريو؟ ما هي الانجازات اللي حققنا معهم؟ ما هي الفائده اللي رجعت علينا احنا كجزائريين لمسانده هذا القرار؟ فاهم؟ انا هذول عفايس نحب نهضر كيفاش البوليزاريو يسافر بباسبور جزائري، كيفاش البوليزاريو عنده حقوق في الجزائر، عايش باطل، ما ياكل ما يخلص ما كذا، ومن بعد تجي تقول لي الصحراء غربيه. كي تناقش معاهم بحكم انني كنت من الناس اللي دخلوا في هذه القضيه هكا يعني مصادفه، لقيت بانني كي قلت لهم الصحراء مغربيه اصبح لي اعداء واتهمت بالخيانه والمخزن. اليوم هذا القرار هذا يعتبر انتصارا بالنسبه الي، انتصارا فاهم، انتصارا معنويا وانتصارا سياسيا، لانني اتهمت بالعماله. الوغ اليوم الامم المتحده والعالم كله يساند الطرح المغربي، فاهمني، من طنجه لكويره. تهانينا الشعب المغربي كاع، وتهانينا لخوتنا، وان شاء الله ربي يفرج عليكم هذا المشكل، وان شاء الله تعود العلاقات بين الشعب الجزائري والشعب المغربي اللي هو اساسا شعب واحد، هو شعب شقيق. يا رياض عفوا يا رياض، دعني اسالك، من اتهمك بالخيانه؟ اتهموك الجزائريون بالخيانه، انك فقط ترفض البوليزاريو، اتهمت بالخيانه. تمني انا لم اكن يوما مطلعا على هذه القضيه ولا على حيثياتها. انا كي سقساوني رديت بكل زعما هكا جون الجيريان سقساوها قالوا القضيه هذه ما راناش نشوفوها في لي ميديا، يعني ما راناش نشوفوها في وسائل الاعلام. انت كي تشوف الغزاوي يخرج من تحت الارض ويخرج ويروح للميركافا 4 اللي هي من اكبر الدبابات تطورا، ويقدر يحط ويدير عمليه وتشوفها انت عشيه في الجزيره بالالترا اتش دي بالكاتكا، تشوف بانه حقيقه كاين مقاومه وكاين شعب يرفض هذه الحاجه. اذا كان شعب الصحراوي هذا شعبا مستعمرا وشعبا مظلوما في الداخل المغربي، فلماذا لا نرى عمليه دهس وعمليه طعن كما يفعلها الاخوان في فلسطين باش يبينوا بانهم يرفضون الاحتلال؟ وراهم هذا الشعب هكذا انت تحرض، يعني هكذا انت تحرض البوليزاريو؟ لا انا اتساءل اذا كنتم حقيقه، انا هذا تساؤل ليس بتحريض، انا لم احرض احد، تساؤل. انا الحاجات اللي راني نقولهم لك كاع هما مجرد تساؤلات. كيفاش انت تقول لي بانني اخوض نزاعا ضد المغاربه وباننا خرجنا من وقف اطلاق النار في 2020؟ كي نسقسيك اليوم في 2025 نقول لك ما هي النتائج اللي حققتموها؟ كم من دبابه دمرت؟ كم من طائره اسقطت؟ كم من جندي اسير او اعتقل؟ هادو تساؤلات منطقيه، يعني ما رانيش نخرج على نطاق المنطق، فهمتني؟ اما القرار راهو باين، كي تقرا مقبل خونا كان يقول لك، يعني احتراماتنا ليه وانسان قادر وكذا، كي كان يقول لك اللي قرار راهو باين. كي تقرا كاع الحاجه الوحيده اللي راهي ما كاش حل ابار الحكم الذاتي، فما يخرجوش على الحكم الذاتي. اما الناس اللي كانوا يتهموني بالعماله وكانوا يقول لك بانك انت مهبول وبانك كذا، اليوم ظهر الحق وبان بان العالم كاع يساند هذه القضيه. عندك في الجزائر للاسف دبلوماسيه فاشله، ما قدرتش انها تواجه وتركب في هذه القضيه وتبين وتنصرها الى الدقيقه الاخيره. نورمالمون هذا واش عندي نقول. اذا عندك اسئله ايوه، عندي سؤال. الى حد الان لم يصدر اي بيان من الرئاسه الجزائريه ولا وزاره الخارجيه، على غير العاده هم دائما سريعي البيانات، لماذا الى حد الان لم يصدروا بيانا؟ شوف، لو كانت تقعد القضيه كما راهي اليوم، ويزيد الملك محمد السادس يمد لهم امتيازات داخل الصحراء، يقعد غير ابراهيم غالي يدور في تندوف، قسما بالله. قضيه ديال الرئاسه ما تضحكش، اي نهضر صح والله.
لو كانوا كيكمل القضيه هكايا. انا جامي شفت استعمار بالهروله، انا جامي شفت شعب استعمر بالهروله. يعني كي تسقسيهم تقول لهم كيف استعمرت المغرب الصحراء، يقول لك بالمسيره الخضراء. انا جامي الشعب استعمر بالمشي، استعمر بالمشي السريع. الناس حفاة عراة جاو داو ارض، ما فهمتهاش. الناس اللي تدي الاراضي كلها مسلحه، كلها عندها طائرات صواريخ. الناس تعمركم بالهروله، بالفوتينغ كما يقولوا بالفرنسيه. الجزائر مازال ما ردتش، ما كاش واش ترد. القرار راهو باين. واش طيب رياض، سؤال اخير قبل ان ينتهي الوقت. تفضل. خطاب الملك منذ فتره وهو يعني يتكلم عن ماء وجه، وانه لا غالب ولا مغلوب، واننا اخوه، ويدعو في الخطاب الاخير ديال البارحه انه اخي الرئيس تبون تعال الى حوار. انت كجزائري كيف تقرؤون مثل هذه اللفتات؟ يعني الخطاب الاخير على حساب انا مواطن بسيط، مانيش سياسي ولا دكتور كيما الدكاتره اللي كاين في تيك توك، ولا باس كاين بزاف دكاتره. والله انك قلت كلام احسن من كل الدكاتره اللي مروا. انا مواطن برك. انا نشوف بان في خطاب دبلوماسي، خطاب مليح، خطاب ينم على شغل ارواح نتصالحوا وعفى الله عما سلف وكفى المسلمين شر القتال. انا بان لي هكا خلاصه الخطاب تاع محمد سادي، ربي شافيه. هل سيتقبلوه؟ يعني كيف سيتقبله النظام الجزائري؟ الاشكال دوكا في النظام انه دخلت عندك قوه عظمى دوكا، ما كاش كيفاش زعما ما تقبلش. تقبل مرغم اخوك ليس بطلا، لان القضيه نورمالمون كانت القضيه تفرق بين المغاربه، يعني بين الجزائر والمغرب. كان نورمالمون الحل يكون اسلامي عربي كيما حبيت تسميه، امازيغي كيما حبيت تسميه. كان نورمالمون تفرق بين الجزائر والمغرب وتونس ومنا. ولكن كاين بعض الناس تعنتوا، قال لك باننا لسنا بطرفا بالنزاع ولكننا نشاند الصحراء. يفهم انت كيف هو ليس طرفا في النزاع. انت كجزائري وانت، انا والله ليس مجامله لك، متصالح مع نفسك وشجاع انك تتبنى هذه القضيه في وسط بلد يجرم هذا المنطق الذي أنت تقوله، يجرم. ربما تسحب منك الجنسية وتسحب منك الوطنية. أنت الآن دابا تعتبر مرتاح، لأنك الآن العالم كله يتماشى مع قناعاتك. الحمد لله. الحمد لله عامل. الحمد لله والله العظيم. شوف، لست بمغربي ولا تهمني صراحة، خوتي لكم تشوفوا في الله، لا تهمني الصحراء إن كانت غربية أو مغربية، ليست بقضية. ولكن الرأي ديالي أنا بنيت على تحليلات منطقية، بأن كيش العالم كاع يدعم الطرح المغربي. شفت بأن يا ودي هادو البوليزاريو كي يطلعوا يهضروا، بوليزاريو كاع هم مجرد روائيين حقيقة يعيشون في العالم الآخر. تحب ولا تكره، لانك يبدا يحكي لك 75 80 82 وقت اطلاق النار. ولكن كي تحكي معاه الواقع المعاش يتهرب. كي تسقسيه وين راك عايش يقول اوروبا. اغلبيتهم عايشين في اوروبا. درت نقاشات وحوارات مئات الساعات مع البوليزاريو، اغلبيه تاعهم عايشين وراء البحار، عايشين باللجوء. هو المغربي يحرق من الماء من الجزائر، المغربي يحرق من المغرب يعاني في اوروبا، والجزائري يحرق من الجزائر يعاني في اوروبا، والبوليزاريو يحرق بالباسبور الجزائري يدير به اللوجو. الله وتجي تقول لي الله 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 باسبور دبلوماسي. باسبور جزائري ما بانيش الا دبلوماسي ولا. المهم عندهم طلع معايا صحراوي، سقسيته قلت له عندك باسبور اسباني؟ قال لي لا. قال لي عندي باسبور جزائري. قلت له علاش؟ هاي الفيديو راهي عندي في بروفيل. سقساني قال لي باسبور. قلت له باسبور. قال لي باسبور جزائري. قلت له علاش عندك باسبور جزائري؟ قال لي لان اسبانيا لا تقبل الباسبور الصحراوي، فبالتالي عندهم نوع من الباسبورات الجزائرية يستعملوها لمغادرة أرض الوطن. ما لا باليش إلى اتفاق سياسي مع الدولة الوهمية ولا ما لا باليش. حقيقة أشكرك يا رائد، أعتذر أولا إن نطقت اسمك غلط، قلت رياض لكن يبدو أنك رائد. وأنا أشكرك يا أخي. تحياتنا خوتنا مغاربة. كمل خوت تفضل. شكرا. اختم في دقيقة لأن تحياتنا لخوتنا المغاربه كاع كيما راكم. حنايا شعب واحد حقيقه، شعب جزائري وشعب مغربي، شعب شقيق. وانايا نقول لكم اسمح لي نقدر نقول قوادين، معليش. لا بلاها صح. لهذوك الناس اللي تبناو الصحراء الغربيه من 8 تاع الصباح حتى ل 8 تاع الليل، انتصر رائد وراني هنا. السلام عليكم. الله لي في راحكم. السلام. شرفنا بك. السلام عليكم. والله الجزائري لذيذ يا اخي. منين طلع هذا؟